واخيرا ركبت مثل ما شايفين هاي الحمالة تبع البرادي. معناتها اليوم رح نساوي الصالون، رح نغير الديكور ورح نعمل طبخة كتير طيبة. خليكن معي بالفيديو. ونبلش من الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. اول شي رح قيم الكنبايات والطاولة والسجادة وننظف، وبعدين عم فكر غير الديكور، فخليكن معي وشوفوا كيف رح يكون الديكور وكيف رح نغيره. فهلا مثل ما شايفين هون بدي احط الكنبايات وحط المجمر بهديك الجهة والبرادي ركبها. مايا رح تساعدني. هاي مايا. مرحبا. حتساعدني لانه الحساسية والغبرة كتير، فرح تساعدني مشان نخلص وروح بلش بالطبخة قبل ما يجوا البنات. فخلينا نبلش. طبعا رح نقيم الكنبايات وبعدين صور لكم شو رح نعمل وشو رح نساوي. بس لانه مايا ما بدها تطلع بالفيديو رح نشيل الكنبايات وانا ما رح اطلع لانه مرضانة كمان. فهلا مثل ما شايفين فضينا الصالون هون هاي الزاوية. هلا رح ننظف الشبابيك، رح ننظف الشبابيك ورح ننظف هدول اللوحات. مثل ما شايفين الصالون نظيف ما بده كتير، فرح نبلش تنظيف. هاي مايا عم بتساعدني. يعني شايفين هو نظيف هون ما بنقعد بس غبرة بس هاي هي. فهلا رح ننظفها والارض كمان نظيفة ما في داعي، بس رح كنسها. بعد هيك رح نعمل الديكور مع بعض. فهلا مايا عم تمسح الارض. مثل ما شايفين الارض نظيفة بس ما يعني نعمل لها مسحة لانه كنت فارشة السجادة، فرح نعمل مسحة وبعدين رح نجيب الشوفاج مش شوفاج شو اسمه هاي اللي فرجيتكم اياه وحطه هون وحط الكنبايات بالجهة الثانية. هلا مثل ما انتم شايفين حطيناها بهالشكل. طبعا بس حطينا البرداي صار عتمة. هلا رح اشغل الاضاءة، بس حبيت فرجيكم كيف الشكل بس ما حبينا. شو رأيك مايا؟ انا هلا انتوا اعطوا لي كمان رايكم تحت بالتعليقات. نحن كنا عم نفكر بالاول نحطه هون، وبالمكان اللي كان فيه بالاول نحط الكنباي اكبر وحده. بس قررنا هلا انه نجرب نحطه بهاي الزاوية. صغير. نحط هذا هون هاي الجهه مش شوفاج شو اسمه هو الشمنة اتوقع فرح نحطه من هاي الجهه، ومن هاي الجهه رح نحط الكنباي اللي شوي صغيره واللي اصغر منها، والكنباي يعني الكنباي الكبيره رح احطها وراي. حفرجيكم هاي الجهه. متذكرين هاي الجهه هون كانت حاطينه، فهلا نقلته للجهه الثانيه لانه هذا الصالون مو ظابط بصراحه. فهلا مثل ما شايفين حطينا بهالشكل بس مايا مو عاجبه. لا اوكي هلا مو عاجبه لانه شايفين كيف صار شكل الصالون. هلا الكنباي الثانيه حطيناها هون فتحسوا مو ظابط. هلا حلو لو بس هدول التنتين. المشكله هو ان احنا عندنا طاوله كتير كبيره للصالون اللي بتجي بالنص، فالمنظر ما رح يكون كتير حلو لما نكون حاطين هيك، لما رح تيجي الطاوله شوي لقدام. فنحن كنا عم نفكر انه هاي الكنباية اللي هون نقدمها شوي ونحط هديك جنبها حتى المنظر ما يكون شوي غريب، او بانه نحط الكنباية اللي من هاي الجهة اكبر وحدة. اوكي المشكلة هي انه نحن عنا الشومينيه كتير كبير، وبنفس الوقت الكنباية اللي هون كتير كبيرة، وبنفس الوقت الطاولة اللي كانت هون بالنص الأزاز كمان كتير كبيرة. والمشكلة هي بهدول الاثنين الصغار، ونحن الصالون تبعنا شوي يعني مو كله مفتوح على بعضه. مثل ما انتم شايفين هذا الحيط اللي هون هو اتوقع سبب المشكلة. يعني لو ما كان ممكن يكون اسهل. يعني بس كأنه مقسوم الصالون. مثل مقسوم. بس نحن الكنبايات المشكلة انه اللي جبناهم صراحة ما كانوا، يمكن الحجم تبعهم مو كتير مناسب للصالون. فنحن حاولنا انه شوي نغير بس لنشوف. انتوا اذا عندكم تعليقات او افكار كيف ممكن نغير او نحطه اكتبوا لنا تحت التعليقات. وهلا مثل ما انتم شايفين هذا هو شكله. رجعناه مثل ما كان. طبعا حطيت هدول وهاي
هذا المفرش سويناه بالقناة الثانية، اذا بتحبوا فراح اترك لكم لينك القناة بالصندوق الوصف، وكمان هدول شايفين، فاذا بتحبوا راح اترك لكم اياها. هذا هو شكله مع البرادي. وهون حطينا، شايفين حطينا هاي السجادة، بس لسه ما اقتنعنا انا ومايا فيها، ما بعرف شو رأيك مايا؟ هي كتير حلوة، بس يمكن لو كانت بس أكبر. انه اطول، مو على اكبر هيك، انه العرض تبعها كتير منيح، بس انه طويلة. ايه ايه حطيت هدول كمان هون، شايفين؟ يعني رجعناه مثل ما كان الصالون، لانه بصراحة ما زبط. حاولنا حطينا الهاي هنيك، ردينا حطينا هون، حطينا الكنبيات بس هون، عملنا انه بعض يعني بس ما التغييرات. مشي الحال، بس يعني حسينا انه في شوية تغييرات بالبرادي وهيك فانتوا الديكور. اعطونا نصيحة شو ممكن مثلا نعمل هون بهذا الحيط اللي فاضي هون، هو هيك فهمت. شوية اللي بيعمل شوي هيك شيء غريب بالصالون. بس إيه. انه ما عارفة يعني بالضبط كيف بدنا نعمل هلا. ممكن برمضان اذا بتروحوا ترجعوا لفيديوهاتنا القديمة لما كنا نحط ونزين وهيك، ارجعوا شوفوا الفيديوهات، رح تلاحظوا انه هيك عيب شوي الصالون. اما هلا ما في انه شيء نحطه، الدنيا لسه ما صارت رمضان وهيك، فبدنا هيك شيء دائما انه يكون ايه. موجود هيك. فهاي راح نشوف وين راح نحطها، يا راح نخليها يا راح نشيلها، مو ما بعرف، هلا راح نشوف. بس والله هاي بعد ما ظبطنا الصالون، وهلا راح نروح على المطبخ نجهز طبختنا ونبلش فيها. اليوم راح نعمل فتة دجاج، فخليني بس بالاول نرتاح شوي لانه الغبرة كتير هين كتير بيصير غبرات لكم هون تحت كتير، لانه هون في سيارات رايحة جاي، كتير 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 في سيارات بتمر من هون، فمشان هيك حتى سيارات الشحن مشان هيك كتير، لانه في محلات كتير قريبة علينا، فبصير في كتير سيارات. ايه مشان هيك اذا كان عندكم اي اقتراحات اكتبوا لنا تحت بالتعليقات للمرة الجاي، واذا شفنا احد التعليقات اكيد رح نجرب الفكرة ونشوف كيف رح تصير. فاذا عندكم اي فكرة اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. ايه. فهلا رح نروح ونجهز الطبخة، لكان نرتاح شوي بعدين نجهز الطبخة. وهلا بدي اعمل الاكل، فرح اعمل فتة دجاج. عندي هون الدجاج قطعته، صدور دجاج وبصل وثوم صنوبر بقدونس، واكيد الخبز مربعات والرز. اول اشي رح احط الدجاج على الغاز، احط له الزيت وحركه ودبله شوي، بعدين ضيف له الثوم والملح والكاري واتركها على نار هاديه. هلا حطيت الزيت، رح اقلي البصل مثل ما شايفين هون، حطيت الدجاج، رح اقلي البصل واقلي اللوز واتركهم على جنب، وبعد هيك رح نطبق الرز. طبعا البقدونس رح نخليه للزينه. وعندي هون الخبز بمقاطعته، رح اعمله بالقلاية الهوائية، بخله بخة زيت وحطه فيها مشان نطبق الطبخة. صبايا هلا حطيت مثل ما شايفين البصل عم قليه، وحطيت كمان مثل ما سامعين الخبز بالقلاية الهوائية. هاي هون دجاج رح اتركه، انا بسويها بصدورة الدجاج، سبق حكيت يمكن صورنا فيديو، فبسويها بصدورة الدجاج. في ناس بتسلق الدجاج وبتساويها بالدجاج المسلوق، انا بساويها بصدورة الدجاج. وهون عندي كاسة ونص رز حطيتهم هلا بالمي، فرح اضيف لهم الملح وحط معلقتين زيت وبهار، حطهم على النار لحتى يتفلفلوا يستووا، وبعدين رح نشوف كيف رح نطبقها. أكلة كتير طيبة وخفيفة، أنا بسويها بهالشكل، هي خفيفة. كمان هلأ صوص اللبن رح فرجيكم كيف بعمله، أنا ما بعمله بطحينة، رح فرجيكم كيف كمان رح شاركها معكم، فخليكم معي. هلا حطيت الرز ولسه الدجاج ما صار، كمان حطيت هون مثل ما شايفين الخبز، حمصته وصار جاهز.
حمصته مثل ما قلت لكم بالقلاية الهوائية، وهاي اللوز والبصل. فهلا بس رح انطر لحتى يستوي الرز وكمان الدجاج، وبعدين نطبقها فوق بعضها. مثل ما شايفين لسه ناطرة بس لا تخف مية الدجاج تعطيها لون احمر، والرز على الغاز. بهالاثناء انا نظفت هدول ورتبتهم، بس بدي ارجع اشتري من هاي اللزقات وارجع لزقين من هاي. رح ننطر ليصيروا اوكي. هلا بدي اطبق، رح احط الخبز بعدين الرز، بعدين رح ضيف الدجاج، وبعدين رح ارجع ضيف الرز، وفرجيكم الصوص اللبن اللي كيف رح نعمله، شو رح نحط فيه. فرح طبقها هاي وارجع لكم. هلا مثل ما انتم شايفين طبقتها، الخبز الرز الدجاج، وخليت شوي عشان هلا زينه من فوق. هلا اللبن بحط له بس توم وملح فقط، ما بحط طحينه وبس. رح اقلبها تقليبه عادي، ما رح احركها انه اخفقها لا، بس انه حركها اقلبها تقليبه وبس، وبتركها جاهزه بس لتبرد. بضيف لها اللبن وبزينها، وهيك بتكون جاهزه. هاي مثل ما انتم شايفين شكلها النهائي بعد ما زينتها. حطيت اللي حطيته بقلبها، حطيت الخبز وحطيت زينتها باللوز مثل ما قلت لكم، وهاي الدجاج حطيته بهالشكل البقدونس. وهذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. هلا بدي اخذ صور للسناب شات، فروحوا تابعوني هنيك. اشوفكم فيديو جديد، سلام.